صباح السعادة، صباح الستر والعافية وراحة البال، صباحكم ستر من عند ربنا. ربنا يكفيني ويكفيكم شر فواجع الأقدار يا رب، اللهم أمين. جوزي صحاني الصبح من النوم على تليفون وحش جدا زي ما انتوا شفتوا كده في عنوان الفيديو. قال لي قومي البلكونة عند أمي ولعت والحاجة اللي فيها كلها ولعت، روحي بصي عليها وطمنيني عليها وقولي لي ايه الأخبار ايه، لأنه كان راح الشغل وجات له المكالمة. البلكونة ولعت بالليل الساعة 2 الفجر، وطبعا الدنيا هاصت عندها في الشقة، والجيران ربنا يبارك لهم يا رب اللهم امين. فالدنيا كانت صعبة عندها جدا، فطبعا صحيت الصبح على طول، رحت لها عشان اطمن عليها مجرد ما جالي التليفون بالظبط. ودي كده كانت منظر الحاجات اللي ولعت: المرتبة القطن الكبيرة، والسجاد اللي عندها المشايات كلها، والمخدات بتاعة السراير، وفي بطاطين مرمية بعيد انا بس ما جبتهاش بالكاميرا، وسجاد تاني مرمي. المهم ان المرتبة، البطاطين، المخدات، الحاجات ولعت خالص عندها، وطبعا كانت الحريقة صعبة جدا، وصلت للسقف زي ما انتوا شايفين كده، فحمت السقف معانا خالص وبهدلت الدنيا. الحمد لله ان هي ما دخلتش في الشقة وهي نايمة جوه في الشقة لوحدها، ده ستر ربنا معانا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. ربنا يكفيني ويكفيكم يا بنات شر فوجع الاقدار، لان بصراحه بتبقى خضه جامده. انا عايزه اقول لكم ان هي بتحكي لنا الموقف وبتقول يجي 50 راجل دخلوا عليها بالليل وكسروا عليها باب الشقه. الناس كانت قلقانه ان يكون في حريقه جوه الشقه، هي الشقه من جوه مدربكه سيراميك ورمل واسمنت، مفيش فرش جوه. هي باعت اغلبيه الحاجات لانها بتظبط دنيتها، ويعني الحاجات دي كانت حطاها بره بحيث انها تسهل على الصناعيه يتحركوا جوه في الشقه، بس قدر الله والحمد لله انها جت على قد كده. فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، الحمد لله ان هي جت على قد كده، ان هي ما جرالهاش حاجه، وما حدش من الولاد كان بايت معاها اتخض او جراله حاجه. فالله المستعان، يا رب يكفيني ويكفيكم شر فواجع الاقدار يا رب اللهم امين، ويعيننا جميعا يا رب اللهم امين. صحيت بقى الساعة 8 كده، رحت اطمنت عليها، وعلى الساعة 10 وربع كنت ماشية من عندها بقى، عشان ده كان يوم الجمعة، اشوف حالي بقى وارتب دنيتي فيها، ويعني اظبط دنيتي. المهم ان انا اطمنت عليها، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ربنا يكفينا شر فوجع الاقدار وما يكتب على اي حد فينا، لان الخضة وحشة، بس كويس ان هي جت في حاجة زي كده فداها وفدانا والحمد لله. تعالوا بقى نروح بقى البيت عندي، وانا لما بروح واختصر الطريق عندها بحب اركب كده المعدية واعدي بقى معايا البحر، وابدا بقى كده استمتع بقى بجو النيل. بصراحه يعني بيعجبني جدا الحته في المواصلات كلها بتعجبنيش الا الحته دي، ببقى نفسي اجر مركبه وافضل قاعده بقى فيها كده طول اليوم. فالحمد لله، ربنا يعيننا ويقويكم، صباحكم سعاده وفل وياسمين. تعالوا بقى نشوف بقى نبتدي روتيننا كده بعد ما نروح بيتنا. وريحت حبه حلوين كده بصراحه، ريحت لحد بعد العصور. يعني عايزه اقول لكم انا كمان من الخضه كنت المفروض ان انا اروح اغسل على طول واشوف ورايا ايه، لان اانا واخده منها شويه غسيل اغسلهم لها. عايزه اقول لكم ان انا نمت لحد بعد العصاري، لقيت نفسي روحت فطرت وشربت كوبايه الشاي، ونمت من الخضه ومن الصداع، نمت لحد بعد العصاري كده، وصحيت بعد العصاري ما صليت العصر، صحيت بقى اشوف ورايا ايه. وتعالوا بقى نبتدي بقى الروتين بتاعنا كده، ونصلي على حبيبنا المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اعذروني بقى ان انا ما ابتديتش معاكم الروتين بالصلاه على حبيبنا المصطفى، لان انا بحب ابتدي بالصلاه على حبيبنا المصطفى. فتعالوا بقى نصلي على الرسول تاني، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عايزاكي طبعا ما تنسينيش اللايك القمر بتاعك، وطبعا لو انت لسه اول مره تشوفيني انا اختك شيماء، نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وطبعا لو سمعتوا دوشه حواليا كده مش عارفه هتبقى واصله لكم ليه، يعني ازاي، لان انا قاعده في مكان كله دوشه، فاعذروني لو في اصوات كده معاكم. زي ما بقول لكم بقى كده يا امارات، بعد ما ريحت كده قمت بقى اشغل الغساله والم الغسيل اللي ورايا ونتشجع كده ونتنشط، لان اليومين دول ضغط علينا في كل حته. طبعا يومين امتحانات وايام قبل العيد، فانت عارفه انت محتاسه تروحي من فين لفين، فربنا يعيننا ويقوينا يا رب اللهم امين. ما كانش عندي مسحوق خالص، بعت جبت كده كيس اوكسي اللي هو الكيلو، وطبعا العلبه بتاعت المسحوق لقيتها كلها كده متبهدله ولقيتها مطربه، فجبت معايا حته من حتت المطبخ، وبدات ان انا ابل جزء منها وانضفها وانشف بالجزء التاني الناشف، وحطيت معايا الكيس. غير كده عايزه اقول لكم الكيس بتاع المسحوق بيتبهدل معايا قوي قوي بره.
ده هنا ملوكة ابن اخت جوزي، قاعد معايا بقى له كام يوم. هو طول الفترة بيبقى قاعد مع سته، بس طبعا عشان البهدلة اللي عند سته باخده معايا كده يقعد مع الاولاد عشان ما يبقاش قاعد في وسط التراب والاسمنت والبهدلة هناك. فهو بيقعد يشاكسني كده طول ما انا شغالة. فالمهم ايه، ربنا يهديه ويصلح حاله ويهدي اولادنا يا رب جميعا، اللهم امين. طبعا انا ما عنديش غسيل خالص خالص خالص، الا اللي هو الكوشنات اللي انا قلعتها معاكم امبارح، وهو غيار واحد بس اللي عندي. ما عنديش غسيل خالص، الغسيل كله اللي هغسله بتاع حماتي. بس انا حبيت اخد بس الغيار الخفيف ده كده الاول، وابدا ان انا احطه معايا في الغساله عشان ما يبقاش برضو عندي اي حاجه خالص موجوده معايا، وتبقى الدنيا تمام معايا. واخده بقى من حماتي كده شويه كوفرتيات ودفايات والاكياس بتاعه الانتريه والحاجات بقى اتحرقت، انا ما اعرفش بقى. المخدات الشلت الاسفنج كلها اتحرقت واترمت. احنا بقى واخدين الحاجات دي كلها، دي الهدوم كلها بتاعه حماتي مش بتاعتي، واخداها لها اغسلها لها، بحيث ان انا مش هعرف اروح اعمل معاها حاجه بعد ما تخلص الشقه. قلت اللي اقدر اعمله في شقتي وانا موجوده اعمله كانه شغل عادي، ما فيش مشكله. فربنا يعيننا ويجعله في ميزان حسناتنا ويعوضنا بيه خير في اولادنا يا رب، اللهم امين، ويراضينا فيهم اللهم امين يا رب. فهم انا ما عنديش الا شويه الغسيل بتوع حماتي دول، هم اللي هغسلهم. بس بصراحه هغسلهم على مرتين عشان طبعا كلهم رمل واسمنت وتراب وعفاره، والدنيا كانت متبهدله عندها خالص قوي قوي. فربنا يعينها بقى على الباقي هي واولادها. ان شاء الله يكون الولاد عندها يعني بناتها اولادهم خلصوا الامتحانات ويجوا بقى يساعدوها ويخلصوها والكلام من ده. فانا عندي شويه غسيل بقى اللي غسلتهم امبارح موجودين عندي، اللي هو يوم الخميس انا كنت غاسله ونشره. فالبلكونه عندي مليانه بقى الغسيل بتاعي. انا هبدا بقى ان انا المه واطبقه وادخله معايا على طول اول باول، عشان خاطر انا عايزه اظبط الدنيا معايا، مش عايزه كركبه حواليا. زي ما قلت لكم اليومين دول ضغط علينا اصلا، فبرضه مش عايزه احسس الولاد بهرجله حواليهم والدنيا تبقى مضغوطه، عشان يعرفوا يذاكروا بقى ويظبطوا حالهم الاسبوع اللي فاضل بتاع الامتحانات ده. يا رب يعوضنا فيهم خير، اللهم امين يا رب العالمين. فالمهم يا امارات، لميت غسيلي كده وطبقته انا بقى مع نفسي ودخلته كده وظبطت دنيتي. وتعالوا بقى نخش على اوضه الولاد، لقيتها متبهدله بهدله السنين. احنا لسه سايبين اللحفه لحد دلوقتي، لان احنا بنشغل المروحه بالليل واحنا جايين ننام، فسايبه اللحفه لحد دلوقتي. بس انا عايزه اقول لكم في اللحظه اللي انا بلمها معاكم ده، اللي هو يوم الجمعه اللي هو امبارح، خلاص طبقتهم وهركنهم على جنب، وابدا بقى ان انا اغسل واحد واحد ان شاء الله. وكفايه عليهم كده الكوفرتيات اللي هتبقى موجوده، عشان الدنيا بدات برضو تحرر بالليل. احنا بقينا ننام في مراوح، بس الدنيا برضو بدات كده يبقى فيها يعني ايه سخونه كده وحر كده، ما بقتش ايه تمام زي الاول، ما بقاش فيه لسعه الساعه قوي زي الاول، الا ساعه الفجريه بس. بصراحه بنقوم ساعتها نقفل المروحه وخلاص على كده. طبعا لقيت الولاد من الدروس لهنا لهنا مبهدلين كل حاجه، حتى الكتب والكراريس زي ما انتم شايفين كده لاقياها على السراير معايا. هبدأ بقى احط كل حاجة في مكانها واروق لهم الدنيا. بس بصراحة مش هعملها التنظيفة العميقة والمسيح والحاجات من ده، لا لسه انا هعمل الموضوع ده بعد الامتحان ان شاء الله. انا قلت اقوم الم لهم الاوضة من الكركبة اللي فيها، واخرج الحفة ديت واطبقها واشيلها في مكان كده معين، بحيث ان انا اسحب حاجة حاجة، وابدأ ان انا ان شاء الله اغسلهم بقى ونشيلهم، عشان ان شاء الله الشتاء الجاي ربنا احيانا باذن الله. فدول طبقتهم مش هيخشوا معايا الاوضة تاني خلاص. وهبدأ بقى اشيل الملايات واجهز غسيل، بس ده انا هغسله معايا بكره باذن الله، مش هغسله في اليوم اللي انا بعمل فيه ده، عشان خاطر انا اليوم ده قلت لكم خصصته ليوم غسيل حماتي واخلص حاجه حماتي. طبعا البطانيه دي انا مش بطلعها بصراحه لما بيكون امي او حماتي جايين، غير كده مش بطلعها خالص. فانا بطبقها وبشيلها مكانها في الكرتونه تاني، بس انا المره دي ناويه اغسلها معايا باذن الله. فهتبقى برضو موجوده معايا من ضمن الحاجات اللي هتتغسل، وغسلها هيكون سهل لان هي ما اتسختش قوي يعني. ما حدش ضغطها بيها 3 4 مرات في الشتاء كلها الزيارات اللي جات لي فيها. طبعا مرميين هدوم زي ما انتم شايفين، فربنا يهديهم. عاملين لي بقى ان هم خلاص بقى مهمين بقى والدنيا صعبه. بس هقول لكم ما بيني وما بينكم المناهج صعبه عليهم جدا فعلا، والدنيا صعبه قوي. ربنا يعوضهم خير ويعوضنا فيهم خير يا رب، اللهم امين. لمت لهم كل حاجه، كل واحد حاجته في الدرج بتاعه، وربنا يهديهم وما يفضلوش يكركبوا الدنيا كده حواليهم، بحيث ان احنا ننجز ونعدي اسبوع الامتحانات. عدت بالطول والعرض السنه الدراسيه، عقبال اسبوع الامتحانات يعدي على خير يا رب، اللهم امين. هبدا اشيل الحفاظات دي كلها، طبعا البديل السجاد ده كله هبدا اشيله، واسيب معايا الارضيه على البلاط. بصراحه مش هفرش عليها اي حاجه. انا الحاجات دي من ساعه ما فرشتها في العيد الصغير لسه اول مره اشيلها. كنا بنخش بالمكنسه كده بصراحه، اجيب برده من تحت السرير واجيب من على الحفاظات، والدنيا برده معايا مش يعني مش صعبه قوي بصراحه يعني، ربنا يهديهم. كنت كل شويه بفضل اقول لهم خش اعمل لي بالمكنسه اروق الدنيا دي وكده. فهبدا ان انا الم معايا الحفاظات دي وهركنها عشان
طبعا برضو هتتغسل، بس انا بفكر ان انا اللي اغسلها على ايدي، ما بعتهاش المره دي دراي كلين، ولسه برضو هناخد القرار مع بعض. هبدا بقى الم معايا بالمقشه كده العاديه، مش هطلع المكنسه، هبدا بقى الم معايا كل الاتربه الناعمه وكل الحاجات اللي موجوده، لاني بصراحه عايزه اقعد كده تحت السراير، وابدا اخرج بقى لو في اي حاجه. طبعا في حاجات بتترمى غصب عنك كده ما بتاخديش بالك منها، هبدا بقى بالمقشه اجيب لحد الحيطه كده ونخرج معانا بقى لو اعزكم الله في اي زباله او اي كركبه او اي حاجه. وزي ما بقول لكم يعني ايه، يعني الدنيا نوعا ما بالنسبه ان هي من ساعه العيد ما عملناش العمله دي، الدنيا تمام معانا. احنا كنا شغالين بالمكنسه العاديه جدا، او بدخل المكنسه تحت السراير، بس ايه ما كنتش بلاقي بصراحه الحاجات دي. فهبدا ان انا اكنس لهم برضو الاوضه، كنسه نظيفه محترمه بنت ناس كده، واظبط لهم دنيتهم بحيث ان ما يكونش فيه اي حاجه مضايقاهم ولا اي دوشه في الاوضه تكركب كده دنيتهم، يعني لا الدنيا تبقى رايقه حواليهم والدنيا تبقى تمام حواليهم. وظبطت لهم بقى كده تحت السراير وخلاص الدنيا كده. وما بين السريرين اصلا كنت جايباه في الاول، وبحب اشيل المكتب من مكانه، والترابيزه اللي انا حطاها جنب المكتب اللي بحط لهم عليها شنط المدارس بحب اشيلها، وابدا ان انا اكنس لهم بقى كل الدنيا دي. طبعا شويه زباله بقى هم اللي طلعوا من تحت المكتب، شويه محترمين، اوراق بقى هم مقطعينها وراميينها، وزي ما انتم شايفين الحال يعني صعب. انا عايزه اقول لكم اغلبيه الاتربه دي، بصوا هتلاقوني قعدت دلوقتي السفل ده، بس ما خدتش بالي ان هو مش جاي معاكم. السفل ده دايب قوي 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 معايا، بدات ان انا انزله بايدي بدل ما بعد ما انضف واكنس كده الاقيه معايا يعني الدنيا متبهدله، والاقي معايا فيه ترابه وكده. قلت لا انا بايدي انزلها، وربنا يعيننا ويقوينا يا بنات، ونقدر نظبط دنيتنا ونظبط اللي احنا عايزينه يا رب، اللهم امين. انا عايزاك يا رب تكوني كده اتشجعتي معايا، واوعي تكوني وصلت معايا لحد اللحظه دي ونسيتي تحطي لي لايك. طبعا انا بحاول ان انا اصور معاكم بقدر الامكان، برغم ان والله مضغوطه قوي، بس مش عايزه اتاخر عليكم فترات بعيده او فترات طويله، عشان بصراحه انا بدا يجيلي احباط جامد قوي من القناه يعني. فالله المستعان. عايزه اقول لكم حتى لو انتوا شفتم قدامكم المشاهدات عدت، اللايكات بتبقى عليها ضعيفه، فعشان كده يا ريت ما تنسينيش باللايك القمر بتاعك عشان ما تضيعيش مجهودي على الفاضي. حطي اللايك القمر بتاعك كده عشان خاطر نتشجع كده مع بعض ونستمر ان شاء الله في التحفيز وفي الطاقه الايجابيه. المهم بصوا يا امارات، ظبطت تحت المكتب، انا بحب اشيله واعمل كل حاجه كده تحتيه. انا بقول لكم كده ظبطت لهم الاوضه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، مش هحط لهم سجاد ولا اي حاجه ولا اي حفاظات. وبصراحه دخلتهم هم بقى اللي يفرشوا الملايات بتاعتهم، عشان انا اروح اعمل الغدا في الوقت ده. ما كنتش عملت الغدا، قلت لهم يلا طلعوا طقم ملايه كده وافرشوه على السراير، بحيث برضو ان ملاياتهم ودنيتهم تبقى مظبوطه واوضتهم تبقى تمام، ما يبقوش نايمين على الشمواه ده يحررهم، لان بصراحه الشمواه ده بيبقى تقيل، واللي بتنامي عليه كده من غير ملايات بيحررك خالص وبيضايقك خالص. فخليتهم هم بصراحه اللي جابوا الملايات، وبرضه هاخد لقطه كده صغننه معاكم كده وهم فرشينها. بس انا كده استكفيت لحد النهارده في الاوضه دي، بس ليها روتين تاني قبل العيد ان شاء الله باذن الله، بقى تنظيفات عميقه ومسيح وغسيل الستاير، والدنيا بقى هتتغير فيها تماما تماما تماما. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويعيننا ويقوينا يا رب، ويجعل ده كله في ميزان حسناتنا ويعوضنا خير في اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا لوحه المسكر هو اللي كان بقى محمد فرش الملايات، ولوحه هو اللي كان بياخد لي ايه صوره كده على ما اخلص. فربنا يعيننا ويقوينا ان شاء الله يا رب، اللهم امين يا رب. يا امرايا تكوني اتشجعتي بالروتين، وطبعا ما نسيتنيش باللايك القمر بتاعك، واشوفك ان شاء الله يا امرايا في فيديو جديد وروتين جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويعينكم ويقويكم ويعوضكم في اولادكم خير يا رب، اللهم امين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. اشوفكم في يوم جديد، مع السلامه، السلام عليكم.